السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناتي قناه نينا لايف. اليوم جيتكم بواحد الوصفه رائعه جدا. كما راكم تشوفوا سمك بتتبيله رهيبه يا ناس، رائعه جدا، وخاصه مع هذه الصلصه اللي ترافقها ولا اروع. شوفوا كيفاش يجي، ما شاء الله يجي يعني طايب زبده مع الخضر. انا درت الخضر هادو، وانتم تحطوا اي خضر متوفره عندكم، وتقدروا تاكلوا هكا السمك كيما راهو غير بالخبز، او ترافقوه مع الارز ولا مع لا بيوري بطاطا مهروسه ولا اي حاجه تكون يعني كيف حبيتوا نتوما. صدقوني هاد السمكه تجي مشويه، وانتم استخدموا اي نوع سمك متوفر عندكم. شوفوا ما شاء الله تتبيله رهيبه. فوالا ما نطولش عليكم، نروحوا لطريقه التحضير. باش نتبلوا السمك حطيت ربع كاس زيت الزيتون. الا ما عندكم زيت زيتون ديروا زيت نباتي، ولكن باش يكون صحي اكثر ديروا زيت زيتون. ودرت ملعقه كبيره ثوم مهروس، وملعقه صغيره ملح، نص ملعقه صغيره كمون. بالنسبه للثوم حطوا كيما حبيتوا نتوما على حسب الرغبه ثانيك. هنايا ضفت 2 ملاعق صغار كزبره بودره، او كما نقولوا حنا حشيش شوربه بودره. نص ملعقه صغيره فلفل اسود، وضفنا ملعقه صغيره بابريكا حلوه. وهنا نص ملعقه صغيره بابريكا حاره اللي هي كما نقولوا حنايا راس كيش نقولوا حنا راس الحانوت. الله يتلفت ليه. نضيفوا ملعقه كبيره خل ابيض، ونخلطوا كامل هاد التتبيله مع بعضها. فلفل عكري، عفوا فلفل عكري حلو، وكاين فلفل عكري حار. المهم خلطوا مليح التتبيله هذيك. فوالا ها هو السمك ديالي. كيما قلت لكم استخدموا اي سمك متوفر عندكم. غسلته مليح بطبيعه الحال، وكيما راكم تشوفوا فتحته هكذا باش التتبيله تدخل داخل ويتشرب تري بيان. فوالا هكذا. نجيبوا التتبيله اللي كنا حضرناها ونبداو ندخلوها كامل، يعني كامل السمكه داخل برا، يعني ما نخلو حتى مكان. صدقوني هذا التتبيله ولا اروع، خطيره فريمون. السمك هذا يجي بنين بزاف. وخاصه اذا خليتو السمك خليتوه كيما راح تشوفوا نغطي عليه ونخليه في الثلاجه. انا استخدمت خليته 3 سوايع 4 سوايع 5 سوايع قد ما تخلوه يجي بنين. فوالا انا كان عندي 2 سمكات كما راكم تشوفوا، تبلتهم مليح، دخلت كامل التتبيله هذيك في كل مكان، ما خليت حتى بلاصه. فوالا كما راكم تشوفوا. ونجيبوا سيلوفان ونغطيو عليها ونخلوها في الثلاجه كما قلت لكم اقل شي 3 ساعات هكذا باش يجي بنين بزاف. فوالا ها هما ما شاء الله عليهم. نروحوا دوكا باش نديروا الخضر. انا الخضر استخدمت يعني اللي متوفر عندي كما راكم تشوفوا. استخدمت الجزر، واستخدمت القرعه ولا هي الكوسه الخضراء، هذه هي الكوسه خضراء، ومع البروكلي. ودرت نفس التتبيله نفسها تماما اللي درتها في السمك، هي نفسها اللي درتها في هذا الخضر كما راكم تشوفوا. وانتم استخدموا اي خضر اللي متوفر عندكم وقطعوهم اي طريقه انتم تناسبكم. نجيبوا الصينيه اللي تدخل الفرن، نحطوا كامل الخضره نستفوها يعني نرتبوها مليح، ونحطوا فوقها السمك هذاك اللي كان متبل. انا خليتها ليله كامله، هذا السمك خليته ليله كامله. فوالا هكذا نحطوهم من الفوق. ما شاء الله على الالوان والمناظر يشهوا. الا وما نساوش التتبيله اللي قاعده تاني كنحطوها في الوجه. هنا الا كان عندكم فلفل حار حطوا تاني فلفل حار هكا من الفوق. المهم هادو هما، شوفوا المنظر ما شاء الله يشهوا. صدقوني صح تتبيله رائعه مع الخضر هادو. المهم نجيبوا هنايا ورق الزبده نغطيوها، ونجيبوا الالومنيوم ونغطيو مليح الصينيه تاعنا، وندخلوا على فرن 200 درجه مده ساعه، يعني ساعه مده ساعه كامله. في الاخير هذوك العشر اواخر نحيو هذا السيلوفان نخلوها تتحمر 10 دقائق هكذاك، نخلوها تتحمر. المهم انا شعلت الفرن للفوق ولتحت، نتوما تقدروا تشعلوا لتحت ومن بعد شعلوا من الفوق. نروحوا باش نحضروا التتبيله المرافقه.
الصلصه المرافقه. هنا ضفت ملعقه كبيره ثوم مهروس ولا 4 حبات سنينات كبار. ضفت نص ملعقه صغيره ملح، ونضيفو ثاني عصير ليمون اللي هو اهم شيء، كوب شاي او اي 100 مليلتر من عصير الحامض. نضيفو نصف كوب شاي زيت الزيتون. هنايا كإضافة أنا ضفت زيادة فقط شبت. إلا عندكم الشبت صدقوني واحد الصلصة تجيكم واو، تجي بزاف بنينة. نخلطوا جيدا المكونات، رائعة هاد الصلصة. المهم نخلطوها مليحة هي ولا جاهزة، نخلوها من جهة ونخرجوا السمك هذاك ونحطوه في الصحن، والتقديم يكون كما حبيتوا نتوما ديروا التقديم. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم، هذه الوصفه تاع اليوم. الا عجبكم ما تنساوش تخلوا لي لايك، ديروا لي جام، وما تنساوش ثاني اللي ماشي مشترك في القناه اهلا وسهلا بكم، اشتركوا في القناه وشاركوا هذا الفيديو للناس اللي تعرفوهم باش هما ثاني يستفادوا، وخلوا لي تعليقات ثاني باش هكذا الفيديو تاعي يطلع والناس كامل تشوفوه ان شاء الله. وما تنسوش تاني الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإذا عندكم اي سؤال ما تنسوش تخلوه لي في التعليقات، ونتمنى لكم مشاهده ممتعه. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.